شهدت منطقة سيدي بوزيد في الوسط التونسي لليوم السابع على التوالي عدة احتجاجات واعتصامات شعبية، احتجاجا على ما يصفه المتظاهرون بالأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة. وقد امتدت الاحتجاجات إلى مناطق محاذية لمدينة سيدي بوزيد مثل المكناسي ومعتمدية المزونة. كما شهد اليوم محيط مقر ولاية سيدي بوزيد حيث انتحر الشاب محمد بوعزيزي قبل أسبوع، شهد حضورا لافتا لقوة الأمن. كأنها ليست تونس، فلا ذكر للسياحة ولا للخضرة هنا. دخلت احتجاجات سيدي بوزيد يومها السابع، بل بدأت تتسع منتشرة في بقية مدن المحافظة: رقاب، منزل بوزيان، مكناسي وبنعون. لكأن الشابين اللذين انتحرا احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية خلفا وراءهما وصية تقول: واصلوا النداء. يوميات سيدي بوزيد تبدو بالغة الدلالة، فوراء نداءات الناس يظهر تشكيك في الأرقام الرسمية بشأن البطالة، وكأن الشارع تحول إلى ساحة بديلة، مع ما يقال عن تواري المعارضة إسكاتا أو استقالة أو نفيا، في ظل ما يوصف بإدارة السلطة ظهرها لمشاكل الناس اليومية. وسط هذا الصخب يجري حديث عن تشكيل لجان متابعة بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل لتبني المطالب الشعبية ومخاطبة المسؤولين. أما حناجر هؤلاء فلا يبدو أنها كلت، لكن السلطات التونسية تنكر وجود أزمة أصلا، وتعتبر ما وقع في سيدي بوزيد حادثة فردية معزولة، وتعيد التذكير بنجاحات سياساته التنموية. إننا نريد أن نبلغ صوتنا، ألا وهو مطالبتنا بالحق العادل في الثروة، بالحق العادل في التنمية، بالحق العادل في العمل، لا للتهميش، لا للإهانة، لا للتفكير. معارضون تونسيون وصفوا سياسة التعتيم التي تنتهجها السلطات بأنها ضرب من الاستخفاف بشعور الناس، وإعادة لسيناريو احتجاجات منطقة رديف في جنوب تونس قبل عامين. تلك الاحتجاجات التي وجهت بقبضة أمنية وبتعتيم لافت كما يرى سكان المنطقة. لكن الفكرة التي تخفيها هذه الصور المهتزة تفيد بأن أيام التعتيم قد ولت، ما دام في هذا العالم هاتف وجهاز حاسوب. وأوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن وزير التنمية والتعاون الدولي نوري الجواني الذي انتقل اليوم إلى محافظة سيدي بوزيد أعلن ضمن جلسة للمجلس الجهوي بالمحافظة عن خطة قال إنه سيتم تنفيذها لفائدة ساكني المحافظة، من بينها إقامة مشاريع صناعية وفلاحية في سيدي بوزيد، وتحسين شبكة طرقات في المحافظة، وتحسين ظروف الاستثمار، وتدريب أصحاب الشهادات الجامعية. ونقلت الوكالة الرسمية أن المجتمعين عبروا عن رفضهم لما وصف بمحاولة أطراف توظيف حادثة فردية من أجل التضليل وإثارة الشغب، في إشارة لحادثة إقدام أحد الشبان من حاملي الشهادات العليا على حرق نفسه احتجاجا على حرمانه من مورد رزقه. وقال شهود عيان إن قوات الأمن فرضت حصارا على محيط مقر المحافظة وأغلقت الشوارع المؤدية إليها. ومعنا من مدينة سيدي بوزيد عطية العثموني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الجهوية لمتابعة الاحتجاجات في سيدي بوزيد. طبعا سيد العثموني، بداية هل لنا بتفاصيل أوفى أيضا اليوم عن تطورات الأوضاع الميدانية وواقع الاحتجاجات سواء في مدينة سيدي بوزيد أو حتى في المناطق والمدن المحيطة بها؟ عطية عثموني هو أولا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، وأيضا الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة. وأريد أن أقول أنه ردا على خطاب السلطة التي تعتبر أن ظاهرة الانتحار بسيدي بوزيد هي ظاهرة معزولة، أقول أنه خلال شهر ونيف انتحر 3 من الشباب، وهم على التوالي: رمزي عبدولي، محمد بوعزيزي، حسين الفالح، ماشي. وأؤكد لكم أنه تم منذ نصف ساعة
قطع التيار الكهربائي في حي النور الشرقي قرب فرقة التدخل بمنع محاولة انتحارية جديدة، واسم المنتحر مثل المحاول هو رضا الجلالي. أما من ناحية التحركات على الميدان فأقول المحاولة مرة أخرى. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عطية العثموني، ربما نعود إليه إذا تمكنا من ذلك. ننتقل إلى حسين الديماسي من تونس وهو خبير اقتصادي. سيد الديماسي، هناك عدد من الإجراءات معلنة من قبل الحكومة التونسية في منطقة سيدي بوزيد. بداية هذه الإجراءات أين تضعها؟ هل هي تأتي في سياق إجراءات تنموية طبيعية أم لا يمكن فصل هذه الإجراءات عن الأحداث الجارية هناك؟ في الحقيقة هو الإجراءات أنا قرأتها منذ بعض دقائق، بس يعني نعرف عن ماذا نتحدث. قرأتها، هي فيها بعض الإجراءات اللي هي امتداد لإجراءات قديمة، يعني ليست بحديثة. مثلا إجراءات إضافية فيما يخص البنك التونسي للتضامن، أو إجراءات إضافية فيما يخص الصندوق القومي أو الوطني للتشغيل. هذه إجراءات قديمة يعني، لكن الحكومة أرادت أن تدعم هذه الإجراءات. ولكن أقول أنا جملة يعني ولاية سيدي بوزيد هي إلى عهد قريب كانت تعتبر تقريبا، كل شيء نسبي، ما فيش شيء مطلق يعني، بالنسبة حتى الولايات المجاورة كانت تعتبر محظوظة نوعا ما. علاش؟ لأنها فيها نشاط اقتصادي هام جدا وفي قدرة تشغيلية كبيرة للغاية، وهي الزراعات المروية أو الزراعات الصقوية. ولكن منذ بعض السنوات وصلت هذا النشاط إلى حده. والغريب أنه في سيدي بوزيد، هذا غريب يعني، ما عدا هذا النشاط اللي هو مهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يعني من ناحية الطاقة التشغيلية يعني، لم تفرز أي نشاطات إضافية أخرى سواء صناعية أو سياحية أو تجارية أو خدمات يعني مهمة يعني. طب بالتالي الآن سيد الديماسي، هذه الإجراءات التي أعلن عنها ما حجم تلبيتها لحاجات المحتجين ومطالبهم الحقيقية؟ في الواقع أنا لا أؤمن إلا بما ينجز، لا أؤمن بما يوعد أو يخطط. علاش؟ لماذا؟ لأنه مثلا في كل الولايات الداخلية، مثال، هذا مثال فقط ما هوش يعني تحليل، في كل الولايات الداخلية هناك ما يسمى بشركات الجهوية للاستثمار، بما فيهم سيدي بوزيد فيها شركة جهوية يعني نتاع سيدي بوزيد نتاع استثمار، لكن هذه موجودة من زمان يعني، لكن في التطبيق يعني في الإنجاز لم نرى شيئا. ولذا مش الفائدة فيما نوعد، الفائدة في الإنجاز. وأنا أعتقد أنه إذا لم تتدخل الدولة بنفسها بطريقة أو بنفسها بصورة مباشرة. أشكرك حسين الديماسي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من تونس. والشكر موصول طبعا لعطية العثموني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الجهوية لمتابعة الاحتجاجات في سيدي بوزيد، كان معنا من هناك ولم نتمكن من الوصول إليه في محاولاتنا اللاحقة. ننتقل الآن إلى فرنسا، حيث شكلت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء تونسيون في الخارج لجنة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد في أعقاب الأحداث الأخيرة التي وقعت في المدينة. وبدعوة من هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد، تجمع عدد من التونسيين مساء اليوم في باريس للتعبير عن مساندتهم لمواطني المنطقة في مطالبهم الاجتماعية.
نحن هنا لسنا فقط لنطالب برفع الحصار عن مدينة سيدي بوزيد أو بإطلاق سراح المساجين فقط، بل أيضا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية لأهالي جهة وبفتح حوار وطني من أجل دراسة هذه المطالب، خاصة أن السياسات التي عرفتها البلاد خلال السنوات العشرين الأخيرة تثبت اليوم فشلها وتثبت عدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب خاصة والقضاء على آفة البطالة التي تمس الشباب بشكل عام والشباب الحاصل على الشهادة من جهة أخرى. كما نظم عدد من أبناء الجالية التونسية اعتصاما أمام السفارة التونسية في لندن احتجاجا على ما سموه فشل خطة التنمية الاقتصادية في تونس، وما وصفوه بسياسة تجويع ضد أبناء تونس في سيدي بوزيد ومناطق محرومة أخرى من تونس. ورفع المتظاهرون لافتات تندد باستشراء الفساد والظلم والبطالة التي انتشرت بين حاملي الشهادات الجامعية في تونس. يجب أن نقف مع أهلنا في تونس الذين يحرقون أنفسهم. هذه ثقافة غير موجودة تماما في تونس، هذه ثقافة جديدة وهي تنم على اليأس الخارق العادة الذي حصل تجاه النظام التونسي. فالنظام التونسي لم يفهم بعد الرسالة أن التونسيين الذين كانوا يرمون أنفسهم في عرض البحر للهروب من جحيم البطالة وجحيم الإهانات التي توكل إلى المواطنين في تونس أصبحوا اليوم يتجرؤون على أن يحرقوا أنفسهم احتجاجا على هذا النظام الظالم.